بوضع حيز الخدمة كل من محطة التوزيع العمومي للغاز ومركزي التحويل الرئيسيين لخميس الخشنة وولاد موسى، تستفيد المنطقة الصناعية ال14 المتربعة على مساحة 136 هكتارا على تموين متعامليها الاقتصاديين بشبكة الكهرباء والغاز. هذا تم عبر 4 منطلقات 30 كيلو فولت من المركزين المجاورين للمنطقة ولاد موسى وخميس الخشن، وتم إنجاز محطة التوزيع العمومي للغاز، والأشغال انتهت 100%. تزويد أزيد من 145 مشروعا بشبكة الغاز والكهرباء على مراحل، من شأنه خلق ديناميكية صناعية واقتصادية وحركية تجارية أكثر. بعد تزويدنا بالطاقة الكهربائية سيتم رفع الطاقة الإنتاجية على المصنع، وإن شاء الله سوف نوظف فوج آخر تاع عمال اللي راح يعملوا بعد ساعات العمل، ولما لا نروح للتصدير إن شاء الله. حتى تمكنا من تشغيل ولا فتح 25 ألف منصب شغل هنا في المنطقة، إضافة إلى أنها تخلق فرص عمل للشباب وكذلك لحاملي المشاريع، سواء كانت مشاريع مبتكرة أو مشاريع اللي تحمل قيمة مضافة للإنتاج المحلي والإنتاج الوطني. عملية تهيئة المنطقة مستمرة لتصل نسبة تقدم أشغالها لحد الآن إلى 40% بالنسبة للكهرباء و80% بالنسبة للغاز، ليليها بعد ذلك عمليات تهيئة الطرقات.